أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم على فيسبوك وعلى يوتيوب. طبعا الأشخاص اللي يحبوا يطلعوا هاني باش نحط لهم الربط. اليوم باش نحكيو على ما يسمى الباب الأول من الدستور. طبعا هذا الدستور تم كتابته كتجربة مسودة للدستور اللي نحلم به يكون دستور تونس. المرة الأخيرة يوم السبت مدام ليليا أعطتكم يعني مقدمة على ما يسمى بالتوطئة، وتعرفوا انتوما اللي التوطئة بتاع الدستور تمثل الخلفية الذي بني عليها الدستور. طبعا نعرف ياسر منكم ما حضروش هذاك الشيء يعني بتاع اللي قالته ليليا، ولكن تنجموا تلقاو الفيديو سواء على صفحة تيناست أو على اليوتيوب وإلا على التيك توك على قناة تيناست تي في أو القناة نتاع حركة تغيير شمال إفريقيا. تلقاو غاديكا المداخلة نتاع ليبيا حول ما يسمى التوطئة. أنا توا مانيش باش نطول ياسر معاكم، أما باش نقرأ لكم التوطئة يعني باش تاخذوا فكرة على الخلفية اللي انطلقنا منها باش حلمنا وكتبنا هذا الدستور. ومن بعد تجي مدام ليليا باش تتكلم على الفصل الأول من الدستور الذي هو يعتبر بطاقة تعريف للدستور أو للدولة التونسية. فيه 8 فصول باش نناقشوا كل فصل، وكان واحد عنده اختلاف على فكرة معينة يتفضل يقول لنا علاش، وكان واحد يحب يزيد حاجة طبعًا نفس الشيء يتفضل ويقول لنا شنو يحب يزيد. خلّينا نقراو التوطئة. تبدأ التوطئة باسم الشعب التونسي: إيمان بأن الإنسان هو غاية كل تشريع ومصدر كل سيادة، وإن كرامته وحريته أساس وجوده وشرط تقدمه، وإقرارا بأن تونس لم تكن يوما أرضا هامدة، بل كانت منذ فجر التاريخ فضاء حضاريا حيا، فقد نشأت فيها الثقافة القبسية القادمة من قلب إفريقيا نحو شمالها، واستقرت في جنوب تونس الحالية، فأكدت إفريقية تونس وغرست بذور التكيف والإبداع الإنساني. ومن تلك الجذور تبلورت عبر القرون نواة الشعب أو الشعوب الأمازيغية الذي تداخل مع الامتداد الليبي والنوبي والفرعوني، قبل أن ينخرط في شبكات المتوسط عبر الهجرات الفينيقية وظهور الوجود البونيقي المبكر. وفي هذا المناخ استقرت أيضا الهجرات اليهودية القديمة لتضيف عنصر دينيا وثقافيا أصيلا في النسيج التونسي. ومن هذا التراكم ولدت قرطاج العظيمة بدستورها البحري المعروف، التي بسطت نفوذها التجاري والثقافي على ضفة المتوسط، ثم نهضت فيها المملكة النوميدية التي شكلت أحد أعمدة شمال إفريقيا القديمة. طبعا الرومان بما حملوه من قانون وعمران وزراعة، ثم تعاقبت القوى الوافدة مثل البندال والبيزنطيون الذي جلبوا عناصر من الثقافة المتوسطية الشرقية والغربية. وفي هذه المرحلة المبكرة دخلت المسيحية وانتشرت في إفريقيا الرومانية، فصارت تونس مركز دينيا وفكريا بارزا. وبعد دخول العرب والإسلام أصبحت تونس جزء من الحضارة الإسلامية الكبرى، مركزا علميا وتجاريا
ومجالًا للتفاعل للمذاهب والمدارس الفكرية، حيث عرفت في عهد الفاطميين بروز المذهب الشيعي الإسماعيلي إلى جانب المذهب المالكي السني الذي ترسخ في تونس. ووجدت الأباضية في الجنوب بما عكس تعددية المعتقدات داخل الدين الواحد وثراء الحياة الفكرية والدينية في إفريقيا. وفي عهد معناتها الوسيط تفاعلت تونس مع المغرب الأقصى في ظل المرابطين والموحدين والمارينيين، فزاد هذا من غناء الهوية المشتركة لشمال إفريقيا ولتونس. كما عرفت البلاد هجرات الأندلسية بعد سقوط الأندلس التي أضافت للفنون والعمران والزراعة والحرف نكهة حضارية مميزة. ثم جاء العثمانيون الذين رسخوا مركزية الدولة الحديثة المبكرة وربطوا تونس بالمشرق، ووصولا إلى الحماية الفرنسية التي فرضت استعمارا مباشرا، لكنها أدخلت التعليم العصري والإدارة الحديثة، وانطلقت في المقابل الحركة الوطنية التي أدت إلى الاستقلال. وهكذا على مدى آلاف من السنين امتصت تونس جميع هذه الروافد الإفريقية والأمازيغية والنوميدية والليبية والفرعونية والنوبية والمتوسطية والبونيقية واليهودية والقرطاجنية والرومانية والمسيحية والعربية والإسلامية السنية والشيعية والأباضية والأندلسية والمغربية العريقة والعثمانية والأوروبية، وهضمتها جميعا في ذاتها. فلم تكن تونس مجرد ملتقى، بل كانت دائما قادرة على الإبداع والتجديد وعلى تحويل كل هذه الروافد إلى عناصر في صرح هويتها الوطنية. ومن هذا التفاعل التاريخي العريق تشكلت الخصوصية التونسية، هوية وطنية متفردة، إفريقية الجذور، أمازيغية العمق والثقافة، والإرث القرطاجي متشبعة بموروث الحضاري الإسلامي، متوسطية الانفتاح، متعددة الألسن والأديان والمعتقدات، غنية بتنوعها الثقافي، حديثة في مؤسساتها، إنسانية في قيمها، واعتزازا بما حققته الأجيال السابقة من نضالات وتضحيات من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية، وتأكيد على أن الدولة العصرية لا تقوم إلا على المدنية والحيادية التامة اتجاه المعتقدات والأديان والأعراق والجهويات، بحيث يبقى الدين والمعتقد شأن شخصيا، وتحمي الدولة حرية المعتقد والضمير، وتكفل المساواة الكاملة بين جميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز أو تميز، واعترافا بأن كرامة الإنسان لا تتجزأ، وأن الجميع التونسيين والتونسيات متساوون أمام القانون مهما اختلفت دياناتهم، أعراقهم، لغاتهم، أصولهم، أشكالهم، ألوانهم، مظاهرهم، إعاقتهم أو جنسهم، ذكرا أو أنثى، فلا فرق بينهم إلا بما يضمنه القانون من حقوق وواجبات. وواعيا بأن التداخل بين الدين والسياسة والقومية الضيقة والجهوية وأشكال التمييز كانت عبر التاريخ من أكبر أسباب الصراعات والانقسامات والمظالم. فإننا نؤسس لدولة تفصل بين مجالات الإيمان الشخصي والقرار العام، وتمنع كل أشكال التميز والتفرقة، لتضمن لكل فرد أن يعيش قناعاته بحرية، وتحول دون أن أي سلطة تستخدم الدين أو القومية أو الجهة أو العقيدة وسيلة للهيمنة أو الإقصاء، واقتناعا بأن الديمقراطية التشاركية وسيادة القانون وتداول السلطة السلمي هي السبيل لضمان استقرار الدولة ووحدة الشعب، وحرصا على أن تكون تونس جزءا فعالا في المجتمع الدولي، متشبثة بمبادئ السلم والتعاون واحترام حقوق الإنسان، كما ورد في المواثيق الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والميثاق الأفريقي، وتطلعا إلى بناء اقتصاد عادلا ومستدام
يوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويراعي حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وموارد طبيعية محمية، وإيمانا بأن الثقافة والعلم والفكر الحر هي الدعائم الأساسية لبناء مجتمع متوازن متفتح ومبدع، وإقرارا بوجوب الدولة في حماية البيئة والطبيعة وصون مواردها، ورعاية حقوق الحيوان والنبات بما يضمن انسجام الإنسان مع محيطه، وتقدير الدولة المركزية وتقدير للدور المركزي للشباب والمرأة، ولواجب الدولة في تمكينهم الكامل وإزالة كل أشكال التمييز أو الإقصاء، ووعيا بضرورة المساهمة في حماية المناخ والحفاظ على البيئة السليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، سعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني والسلم العالمي والتضامن الإنساني، وتأكيدا أن وحدة الشعب التونسي تقوم على قيم المواطنة والتنوع والعدالة والتضامن، لا على أي انتماء ديني أو قومي أو جهوي أو لغوي أو شكلي. فإننا نقدم هذا الدستور ونعلن هذا الدستور الحضاري الإنساني الذي يدعو للحرية والمساواة والكرامة، ميثاقا للوطن المشترك الذي يسعى جميع أبنائه وبناته دون استثناء، وضمانا لدولة مدنية ديمقراطية علمانية تحمي الحقوق، تحترم الاختلاف، تمنع التمييز بكل أشكاله، وتصون الإنسان والبيئة والطبيعة والحيوان، وتبني للمستقبل. الفصل الأول شكون هو معترض؟ خاطر الفصل الأول متكون يا مدام ليليا من 3 أجزاء. اهم. الفصل الأول يمثل الفصل الأول يعني في الحقيقة هو بطاقة الهوية للدستور تونس، فهمت؟ يعني آه. هي بطاقة الهوية، معناتها يعرف طبيعة الدولة، مصدر شرعيتها، وكيف تمارس فيها السلطة. فعندما نقول تونس دولة مدنية ديمقراطية علمانية حرة مستقلة ذات السيادة موحدة غير قابلة للتجزئة، هذا الجزء الأول من الدستور. المقصود بالدولة المدنية ليست دولة عسكرية، الجيش لا يحكم، بل يخضع للسلطة السياسية المنتخبة. طبعا احنا عندنا توا ان الجيش تحت الرئيس، هذا معناتها التفاصيل من بعد وقت يتم قراءة الدستور. أي. وثانيًا معناتها عندما نقصد بالدولة المدنية وليس دولة دينية، لا يحكم فيها رجال الدين ولا تسن القوانين باسم نص مقدس، تقوم على مؤسسات دستورية، برلمان، حكومة، قضاء، ومواطنين متساوين أمام القانون بغض النظر عن دينهم، جنسهم أو أصلهم. بمعنى آخر، المواطن هو أساس الدولة، لا الجيش ولا المؤسسات الدينية. وما المؤسسات الذي يتم انتخابها من طرف الشعب، البرلمان والحكومة والقضاء والرئيس، ما هم إلا في خدمة الشعب. هذه معناتها الفصل الأول راهو يا مدام ليليا والجماعة ماهوش سهل. مثلا كلمة الديمقراطية الشعب هو صاحب السلطة، الحكم يتم عبر انتخابات حرة نزيهة دورية، هناك تعدد أحزاب، تعدد آراء، وحق المعارضة في الوجود والنقد. الشعب يمكنه تغيير الحاكم سلميا عبر صندوق الاقتراع. والديمقراطية أيضا تعني حقوق الأقلية ليس هيمنة الأكثرية. العلمانية هنا الدولة محايدة دينيا، لا تفرض دينا معين على الناس ولا تميز بينهم على أساس الدين أو المذهب. القوانين تسن على أساس المصلحة العامة وحقوق الإنسان والمنطق، لا على أساس نصوص دينية. حرية الضمير مكفولة، من حقك أن تؤمن أو لا تؤمن، أن تغير دينك أو لا تغيره، ومن حقك النقد. ومن هنا يعني يأتي المسألة المهمة، هي الدين يصبح شأنا شخصيا ولا مصدر للتشريع أصلا. الحرية
مع حرة مستقلة ذات سيادة. شو معناها؟ حرة لا تخضع لهيمنة دولة أخرى ولا استعمار مباشر ولا غير مباشر، مستقلة، قراراتها السياسية والاقتصادية تخرج من مؤسساتها الوطنية، لا من سفارات ولا من دول الجوار. ذات سيادة، لها سلطة كاملة على أراضيها وقرارها وحدودها وثرواتها، لا يمكن لأي دولة أخرى أن تملي عليها دستورها أو نظامها أو قوانينها. موحدة غير قابلة للتجزيء، موحدة، لا توجد دولة داخل دولة. ما يجيش مثلا منطقة تقول تحب استقلالها، ولا إقليم مستقل. كل التراب التونسي يشكل دولة واحدة بنظام واحد غير قابلة للتجزئة. لا يمكن دستوريا تقسيم تونس إلى كيانات مستقلة مثل دولة في الشمال ودولة في الجنوب. أي مشروع انفصال أو تقسيم الدولة مخالف للدستور. جوستومون الدستور الكل فرانشمون غيان ادير لاتسو. عجبتني لا ريبوبليك اون انديفيزيبل. لكني ذكرت انت مساله الاقليات مثلا كي قلت زي سمحه حتى التركيبه تاع الجمله كي قلت اني تحفظ الاقليات مش معناتها الهيمنه تاع الاغلبيه. لكن شنو تعريفك للاقليات؟ معناتها شنو حبيت تقول بالاقليات مثلا في تونس؟ أي أقليات مهما كانت، أي أقليات. حتى الوافد أقليات علينا معناتها حبيت تقول؟ آه، لا لا لا، الأقليات لا لا لا، مش الوفد علينا. الأقليات مقصود بها هي داخل المجتمع التونسي. هو دستور موجه للشعب التونسي، ماهوش موجه لأشخاص آخرين، موجه باهي. للشعب التونسي ومن هو بطريقة قانونية على الأرض التونسية. يعني واصل. الأقليات واصل. الدينية، ص- الأقليات صحيت. كنت مثلا. تسمح لي نتفاعل معك في هذه الأقلية تفضل الدينية. تفضل. مش أي. خير كيف نقولوا مثلا أنه الدستور لا يعترف جملة وتفصيل بالأقليات، سكي يجير أنه كما الدستور الفرنساوي مثلا، نحبش نعمل عليه كوبي مي جوست كمعلومة باش الناس تفهم. أنه الدستور الفرنساوي يقول حرفيا زاد لا ريبوبليك اون انديفيزيبل كما قلت أنت بالضبط. مم. وما فماش حتى شيء بين المواطن والدولة، يعني ما فماش انترميديار بين المواطن والدولة. وزيد مم. ما يعترفش بالاقليات، معناتها كل ما هو تونسي على التراب التونسي مهما كان معناتها عرقه او لونه او دينه هو تونسي في الافان. يعني ما مم. ينجموش يجونا مثلا جماعه اليوم توانسه عندهم مليار عام هم في تونس ويجوا يقولوا نو احنا اقليه مثلا بالكولور نتاعنا، ولا يجونا جماعه مثلا يقولوا احنا اقليه بالدين نتاعنا. معناتها حبيت نقول نورمالمون الدستور يكون ما يستعرفش بالاقليات، يستعرف بالتوانسه مهما كانوا وكاو. ان شاء الله تكون فهمت. ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة، ملاحظة شو حبيت مهمة. نقول أنت ولا؟ فهمتك فهمتك اني فهمتك. واحد من الناس مثلا في تونس كرأي الخاص لا اعترف بحاجه اسمها اقليات. يعني اعترف انه التونسي هو تونسي، يكون كولور متبدل ولا يكون عنده كولور سبيسيفيك، يكون عنده دين سبيسيفيك، يكون عنده لغه سبيسيفيك. ما قلنا الامازيغ هم ولاد بلادنا توانسه، ما ندرجهمش في خانه الاقليه بالنسبه لي. هذا هو جست متأكد التعليق بس. متأكد اللي في دستور فرنسا ما فماش الأقليات. حتى نزيد نثبت على حسب علمي يقول كما هناك على ريبوبليك يون انديفيزيبل، ما ثماش انترميديار بين المواطن والدولة، حتى اسوسياسيون، حتى منظومة، حتى نظام يجي بين المواطن النورمال والدولة. ولا تعترف بالأقليات على خاطر ما ثماش مثلا في القانون الفرنساوي يمنع منعا باتا انه يتم الحسبة معناتها بطريقة قانونية. مثلا قاش عندنا يهود ولا قاش عندنا مسلمين ولا قاش عندنا بيض ولا قاش عندنا كحل مثلا، ممنوع. القانون الفرنساوي ممنوع انك تعمل احصائيات على حساب اللون او العرق او الدين. يقولوا هم مثلا يقولوا في فرنسا ثم 7 8 ملايين شمال افريقي ولا مسلم، لكن الدوله عمرها ما عملت احصائيات رسميه وخرجتها رسميا. من حقك انت كباحث، كباحث تكون ليسانسيي، تكون عندك شهاده، تكون معناتها باحث مستعرف بيك. من حقك كشيرشور تمشي تعمل حسبه في الاقليات في المجتمع، عندك الحق لغرض معين معناتها تاع دراسي او بحثي او علمي. أما كدولة لا تملك الحق في دستورها أن تعمل إحصائيات باسم العرق أو اللون أو الدين. أنا با الدغوا في فرنسا، وتنزل حتى نثبت باسم لك. الإعاقة. اسم الإعاقة حاجة أخرى، هذيك تدخل في خانة هذيك تاع تعتبر ميديكال. أقلية أيضا، تعتبر صحيح، أقلية. هذيك ممكن نمشي معك. الأقلية الوحيدة ممكن نمشي فيها معك هي الأقلية كيف ما هيك. أما اللي هو اللون أو الدين أو العرق سي انتردي في فرنسا. هذا اللي متأكد منه، تنزل تثبت لك. مي جون سوي أي سيغ في هذه. فرنسا ما عندهمش حق يعملوا لك بحث على الأقلية مثلا. ما يعتبروش أقلية المسلمين،
هما كلهم فرنسيس، إذا كان مولود في فرنسا وكل شيء فرنساوي. اليهود كيف الكحل ولا البيض مثلا ما فماش هذه معناتها حسبة نتاع قداش أكحل قداش أبيض مثلا، نعطيك جوست كمثال. أما المعاقين سي هذه ديتاي آخر. الموضوع هذايا أنا أنت تعرف الرأي فيه، وأنا حتى يعني موجودة في الدستور، ولكن أنا مع اللائكية، على خاطر كما قال كيفن العلمانية تعطي أكثر حرية، أنه المسلم ينجم يعني يتوغل بها، وينجم يتطرف فيها، وينجم يكون عنده ولا يكون عنده برشا حريات وبرشا حقوق. وهذا في دولة فريمون اللي نحب انه الوعي الديني يوصل كل التوانسة. نتصور اللي يلزم قانون رادع، خاطر العلمانية تنجم تبقى في الدستور، ولكن اللائكية هي بالنسبة لي أنا نوع من القانون الرادع اللي يخلي اللي يحد من حريات هذه، من حرية توغل الإسلام في حياة اليومية متاع التوانسة. هذيك علاش أنا جو سوي فريمون على 95% مع اللايسيتي، مع اللائكية. فوالا، شنو رايكم؟ لا يعني شوف راهو كي نقول هكاك باش ما نفجعش الناس، باش نكون معاك معناتها صريح، لكن تعرفني راني راديكالي في افكاري واني راني اشوف خاصة مع التجربة اللي قاعدين نشوفها في فرنسا اليوم، خليني اني الا نميل الا مع اللايكية، زاد اللايكية للقحة فهمت. لانه شفنا اليوم في فرنسا وخاصة كما قال كيفين معناتها مع المسلمين بركة مالوغوزمون، انه معناتها شيء فات الحد نتاعو، حيث معناتها يتخبئوا تحت العلمانية تحت اللايكية. بالرغم اللايكية فرنسا مش علمانية راهي، بالرغم اللايكية، لكن حكم اللي هي اللايكية نتاعها لطفتها ولات وكأني علمانية بركة، وسمحت للناس البرة انهم يصلوا في الشوارع، انهم يعملوا كذا، يلبسوا كيف ما يحبوا، يعملوا بروزيليتيزم. هاك شفت في الجوامع كيش ولاو معناتها الخطابات، ولات معناتها الخطب نتاع الجمعة، شفت الناس كيش ما تحترمش في الشارع، شفت الناس كي معناتها كي كسرت كيما نقولوا احنا وتغولوا، ولا فيها لونتريزم نتاع معناتها لي فخير ميزولمون، ولات فيها تمويلات مشبوهة، ولات فيها ناس معناتها تتصرف بعنف، ولات فيها عمليات إرهابية. دونك يعني جو سوي بور لا لايسيتي à 100%، à 100% même. en plus التونسي مش تجي غريبة، لأنه هو يعرف شيء هذا علاش لازم يطبق بالطريقة هذيك، وديجا يعرف انه كي كان تطبق نوعا ما كما كانوا يسميوها قبل معناتها ريبوبليك سيمي لايك على ليبوك دو بن علي. كان يعرف اني ما ثماش المشاكل اللي عندنا اليوم اللي متسبة خاصة التيار الديني او المعتقد الديني فهمت. ونحب ربي نجاوب جوست في على كومنتير اللوطة اللي قال ولكن اللايكية تطبق في دول فيها اختلافات ديانات 70 مليون مذهب. لا، نو نو نو. اللايكية في فرنسا مثلا، ناخذ فرنسا كمثال، اللايكية عام 1905 هي فصل الدين المسيحي عن فصل الكنيسة المسيحية عن الدولة، ما على بالهمش وقتها لا بيهود لا بمسلمين لا بحتى حد، لا بوذيين لا بحتى روات أخرى، هو فصل الديانة المهيمنة les institutions المهيمنين، les institutions معناتها المؤسسات الدينية المهيمنة في الدولة عن القرار وعن السلطة. المؤسسات الدينية المهيمنة في تونس شنية؟ هي مؤسسات إسلامية. إذا كي تقول لايسيتي في تونس معناتها فصل المؤسسات ودورها وتأثيرها وسيطرتها وحكمها على السلطة الرئيسية التونسية، على الدولة. الدين الإسلامي يشكل خطر في العالم، هذا سؤال جلوبال، سؤال معناتها راهو شنو نقولوا نتعمقوا فيه وكذا. يعني هو اليوم يشكل خطر حتى على التوانسة، نحكيو على توانسة، يشكل خطر على التوانسة خويا. الإرهاب صار باسم الإسلام، تعدي على الغير صار باسم الإسلام، تعدي على حرية الغير يصير باسم الإسلام، تعدي على حقوق الغير يصير باسم الإسلام. نجاو فيك خويا العزيز، ولا ماهوش يصير. عمرنا ما شفنا يهود في تونس جاو دقوا على ديار الناس ولا قالوا لهم جاو ادخلوا في المسيحية بالسيف. عمرنا ما شفنا عمليات إرهابية يهودية أو مسيحية. عمرنا ما شفنا حتى دين آخر في تونس معناتها تسبب لنا في مشكل بخلاف الدين الإسلامي. وراهي اللايكية ماهيش باش تمنعك باش ما تكونش مسلم، لا، اللايكية باش نختم راهي تضمن لك حقك باش تكون مسلم. خويا حط ميوت الله يخليك. تضمن لك حقك باش تكون مسلم، لكني
نحي لك البوسيبيليتي انك تخرج باسلامك من الحدود التونسيه، يعني يكون الاسلام نتاعك تونسي تخدم به تونس ولا تخدم به روحك، وتكون انت الولاء نتاعك لتونس قبل ما يكون الولاء نتاعك او الولاء والبراء نتاعك انت للكعبه او للقدس او لاي جهه معينه برا من الجمهوريه. وقت اللي فصلت هي الحاجة هذه خاطر عارفة اللي المكون نتاع المجتمع نتاعها مختلف من عديد المذاهب ومن عديد الأديان. وقت اللي نجي أنا نقول دولة لائكية شنو معناها؟ معناتها المسلم من حقه يخدم في الإدارات وفي مؤسسات الدولة لكن بدون أن يظهر جانبه الديني، كيما عنده الحق المسيحي إنه هو يخدم في المؤسسات الإدارية نتاع الدولة الفرنسية دون أيضا أن يثبت أو يظهر اللباس الديني المسيحي، واليهودي كذلك والبوذي كذلك. شنو معناه؟ معناتها لهنا فرنسا خمت في الحقوق وفي الحريات اكثر منها اديان. علاش؟ على خاطر وقت اللي غدوه نسمح انا المسيحي باش يخدم بالصليب والا باش يخدم ما نعرفش انا بحاجه تثبت المسيحيه نتاعو، ما نجمش نرفض غدوه مسلم يجيني بجبه يخدم ولا يجيني بعراقيه. هذا علاش عملت الايكيه باش كل واحد ياخذ حقه. دينك تمارسه في دارك، المذهب نتاعك تمارسه في دارك، والا عندك الجامع اللي هو في الاميري نتاعك في المدينه اللي تعيش فيها، اكثر منه لا. والمسيحي كذلك واليهودي كذلك والبوذي كذلك. ومعناتها زردتك بالكلام فرنسا فيها 70 مليون نسمه. انا نتصور ما نعرفش ما عنديش الاحصائيات صحيحه، لكن المذاهب المختلفه على المسيحيه نتصور هي اكثر من المسيحيه بيدها في فرنسا تو. فما حتى شكون فرنسيين ما عندهم حتى ايمان حتى بدين، عندهم يمكن اغلبيه من المسيحيه. كيفاش انت تجي تقول لي لا فرنسا ما خممتش هكاك؟ نرجعوا لتونس. انا راني مانيش ضد اللي تحكيوا فيه، لكن وقت اللي نجي لدوله تونس هي دولتي وبلادي، وانا ما ندافع على حتى حد وحتى حد ما يستحقني ندافع عليه، وحتى دين ما يستحقني ندافع عليه ومانيش لسان دفاع. لكن وقت اللي تجي انت الاغلبيه تحب ولا تكره، ما نحبش انا لا تجي انت تقول لي تكذب من غير احصائيات. موجود صحيح، موجود. فما الالحاد، فما المسيحيين، فما حتى ما نعرفش انا عبده نبته ما نعرفش، موجود. لكن ما عندهمش ماس فوليميك في المؤسسه معناتها في لا سوسيتي، ما هيش حاجه كبيره. معناتها انت ما تعبد حتى شيء ما يقلقكش وقت اللي تعيش ما نعرفش انا تعيش في دبي مثال ماهيش لايك. ما يقلقكش مثال باش تعيش في كوستاريكا، ما يقلقكش، ما على بالكش، على خاطر انت بطبيعتك ما تمن بشيء، لا تسحق لا مسجد لا كنيسه لا حتى حاجه. باش ما نطولش برشا في الكلام نتفاعلوا مع بعضنا ونعدي الكلمه. Alors, Hannibal, je crois que je veux répondre. نعقب عليه فيت في جوست Bien على sûr. النقطه الاولى برك خاطر هي معناتها هذيك حاجه طبيعيه ان دول كما اليوم سكون ابل النوفو موند معناتها العالم الجديد اللي هي دبي كومباني، ولو هي في وسطها في قبائل نتاعها يطبقوا كما يحبوا هما الدين الاسلامي يدبروا روسهم، لكن فما قوانين اخرى وضعيه تطبق على كل ما هو براني. يعني هي عامله زوز قوانين، قانون نتاعهم هما كعائله مالكه وكناس مسلمين، وقانون نتاع غير المسلمين اللي يجيهم من برا اللي يتعاملوا معامله خاصه، معاملتهم معناتها كما نقولوا احنا معناتها بطريقه نجم تقول اكثر من لايكيه، اكثر معناتها كما الدول الغربيه بالضبط. هذه واحد سنين. نرجع للبوان لو تاع فرنسا خويا العزيز، انت قلت راك ما عندكش احصائيات كامله، وانت ما انت قلت راني نظن انه حاب نصلح لك المعلومه، راهو فصل الدين عن الكنيسه هو فصل المسيحيه عن الكنيسه، وليس فصل حتى دين اخر، لان يعني المسيحيه كانت هي المهيمنه، كانت هي اللي تحكم، بالرغم انه دوبوي لي زاني 70 معناتها دوبوي 70 ما بعد الميلاد موجودين اليهود في فرنسا، لكن ما عندهم حتى تاثير في الحكومه، ما عندهم حتى تاثير في السلطه. دونك ما نجموش نعتبرهم كمكون طاغي دينيا او حكوميا في فرنسا. دونك نعاود، فصل الدين 1902 3 4 1905 رسميا وقع فصل الدين او فصل الكنيسه، الإجليز إليتا مكتوب، فصل الكنيسة عن الدولة، أي فصل المسيحية الكاثوليكية عن الدولة. فرنسا اليوم تعترف بأربع حوايج بركة: كاثوليكية، البروتستانتية، الأرثوذكسية والبوذية، واليهودية 5. سامحني، تستعرف حتى دين آخر، لا مسيحية لا إسلام لا حتى حد. إذا وقت اللي هي فصلت شيء هذاك باش تفصل الحكم نتاع الكنيسة عن الدولة خويا العزيز.
فهمت؟ هذا هو الأكثر لا أقل. جيمغي بيان نجاوب على السؤال الثاني متاعك اللي يتعلق بتونس. تونس حتى تكون الأغلبية يعني مسلمين، فالقانون ما يعني ما يغزرش للدين. القانون لازم يكون وضعي 100%، كسوا المسلمين هما أكثر عدد أو أقل، أو المسيحيين أقل عدد، فهما زوز معتبرين يعتبروا توانسة. دونك حتى الأقليات عندهم الحق يكونوا عندهم قانون وضعي يحميهم ويحمي الحريات متاعهم. دونك صحيح انه فما اكثر مسلمين حسب بتدخل الاحصائيات اللي عندك، ولكن بالنسبه لي انا القانون الوضعي لا يهمه عدد ولا يهمه لون ولا يهمه عرق ولا يهمه اي هويه او اي جهه. فصلا كنا توانسه، يعني الدين ما يهموش في الدين القانون، يهمه في انت كشخص وكتونسي. شكرا. ولكن من ينص عن القانون؟ شكون يعمل القانون؟ هي السلطة التشريعية. والسلطة التشريعية معناتها أنت باش توصل تعدي قانون في الدستور وإلا في ما نعرفش، يلزم عندك معناتها أغلبية أصوات، هذا متفاهمين فيه باش تعدي قانون. إذا كنت حاب نحكيو بالقانون ما غير تعسف وما غير معناتها عنف وحتى شيء، نحب نعدي قانون الأقليات هذيك عندها قانون مرحبا بهم، يحبوا يعديوه في الدستور. لكن السلطة التشريعية وقت اللي باش توصل تعدي قانون فما تصويت، إذا كان التصويت ما تعديش معناتها جابوا أقلية، شنو نعملوا من بعد؟ تفضل مدام ليلي. حتى هما ما جابوش الأصوات نتاعهم، لكن يلزم قانون يحميهم حتى ما عندهمش هما أغلبية، ودي أنهم يكونوا أقليات توتافي نورمال. المسلمين باغ اكزومبل، إذا أي قانون، القانون يلزمو يفو كي سوا فوتي، فهمت؟ اما هو ماهوش باش يغزر نعاود لك باش يغزر للدين نتاعك، ولكن باش يغزر للمصلحه العامه نتاع التوانسه الكل. يعني كي سوا فوتي بار دي مسلمون بار دي كريتيان او دي زاتي او دي جويف، سي بو امبورت دو مومون انك تونسي فما قانون انت صوت له، القانون هذاك يمثل يعني يمثل المصلحه العامه، فبوركوا با باقي ما نلزمناش نمشيو حسب الدين، لازم نمشيو حسب الوطنيه، حسب تونستك انت، الناس كل توانسه. كنت تسمح لي يعني فهمت راهو. تفضل كيفين. الكلام اللي يقول فيه تونيزيان من الناحيه الواقعيه كلام صحيح. صحيح. على مش خاطر نعطي مثال كان تسمح كيفين. مثلا ناخذ ديما مثال اقرب لنا احنا واللي نشوفوا فيه براتيك، ناخذ ديما نفس المثال الفرنساوي، خاطر حبينا ولا كرهنا مش علينا في العوام الاخرى، لكني معناتها اللايكيه في فرنسا نجحت سورتو العوام نتاعها الاولى نجاح معناتها باهر. نقولوا اليوم عندنا 10 ملايين فرنسيس وما 68 مليون. هل ال 10 ملايين هذولا كي يمشيو ينتخبوا غدوه يوصل فيهم حد نقولوا حتى وصل لحد مسلم او دوريجين مسلم او دوريجين من شمال افريقيا للسلطه في فرنسا، هل هو باش يحكم بالاسلام ام هو باش يحكم باللايكيه وباش يحكم بالمصلحه العامه تاع الجمهوريه تاع فرنسا؟ كما قلت لك ليلى بالضبط. يعني مهما كان العرق نتاعك في دوله مختلفه الاعراق، تكون من الاغلبيه المسيحيه او تكون من الاغلبيه الملحده او تكون من الاغلبيه المسلمه او تكون من الاقليه تاع هذول الثلاثه، راك باش توصل للحكم ولا مش توصل حتى مش تولي مجرد حتى رئيس بلديه، راك باش تحكم بالقوانين نتاع البلاد بغض النظر على الدين نتاعك انت. اليوم ممداني اللي وصل مثلا لومير نتاع نيويورك، بالرغم اللي قال راهو هو مسلم هو ايميغري، مش باش يحكم بالاسلام في نيويورك، هو باش يحكم بالقانون نتاع نيويورك. خويا العزيز سامحني كابين قصيت عليك. لا مش مشكلة. أنا حبيت نرجع على التنجان على زوز نقاط ونرجع على كلامك أولا. المثل اللي ضربته قلت كان مسلم يعني يوصل للسلطة في فرنسا باش يحكم بالقوانين، لأن القوانين موجودة. فما بروسيدور، فهمت، للمشرع وللفوت باش يوصل لهذا القانون. إذا هذا القانون اللي موجود اللي هي اللايكية في فرنسا هو موجود معناتها في الكونستيتيوشن. اذا اي واحد بوذي مسلم اللي يحب يطلع باش يحكم بهذا القانون. لكن الوضع يختلف في تونس. في تونس عندنا اغلبيه مسلمه، واغلبيه مسلمه عمرها ما تعدي لك قانون لايكي.
أو علماني، مستحيل. وهذه معناتها شفناها في 2014. يعني الصراعات اللي وقعت على مسائل بسيطة جدًا، حتى في مسألة مثلًا هل المرأة مكملة للرجل أو شريكة؟ دونك راهي أنا معناتها فاهم تونيزي، يعني تونيزيان فاهمه مليح. هو يطرح المشكلة على أساس أن القانون غير موجود، ولا يمكن تمريره في مجتمع ذو أغلبية مسلمة، إلا في حالة أن الأشخاص اللي يكونوا يعني يؤمنون بالفكرة اللايكية أو العلمانية يكونوا أغلبية. وقتها في ذلك الوقت يمكن تمرير هذا المشروع. ما نعرفش كان تونسيان معناتها هذا اللي حبيت تقول ولا؟ تونس ايضا خويا الغالي راهي من اول الدنيا تستقبل معناتها باحضان كبيره جدا السواح، مهما كانت اديانهم ومهما كانت اعراقهم، وما يوصلهم حتى عيب، وعايشين ومعزين ومكرمين، واقتصادنا واقف على السياحه. في تونس ما فماش حتى مدينه موجوده في تونس ما فيهاش كنيسه، معناتها ماهوش مهدد السائح اللي يجي. فما شكون يجيك بالخمسه وبالسته مرات، فما شكون خذ حتى ناسيوناليتي تونيزيان وعايش في تونس. معناتها تونس ما تشكلش خطر وقت اللي تكون ماكش مسلم. الحقيقه اذا كنت تحكي لي على التصرفات الفرديه، تصرفات فرديه هذيك في كل بلاصه تصير، في كل كيما نيوزيلندا دخل واحد معناتها ما نعرفش شنو دينه، دخل على جامعه اختلهم الكل. هذاك ما يبررش اللي هو معني مسيحي ومثل كل المسيحيين، هذاك تصرف فردي. معناها خويا تونس راهو حتى بدبي مش قرنها. تونس تمشي للشط معناتها تهبط السوق نتاع شراب وتشرب. السايح يعوموا في بيكيني معناتها بكل حريه، وهذا ما ينجم حتى حد ينفيه، مهما كان عايش في تونس ولا عاش برا ولا ما عاش. ما تنجمش تنفي اللي سايح عايش بكل حريه، لا فما اجريسيون ولا فما حتى كان فما حاجه راهو تصرف فردي. ولكن التونسي ماهوش عايش بحرية. مثلًا في تونس واحد سايح يفطر في رمضان يكلموا حد، واحد سايح يحب يشرب في رمضان ولا نهار الجمعة بيكلموا حد. لكن التونسي، فهمت أنت توا قاعد تقارن بالسايح بالتونسي. يعني أنا كتونسي مثلًا ملحد ونحب نفطر في رمضان ولا نشرب في رمضان، رغم إني ما نشربش أنا، يعني يمنعني القانون. خويا تونيزيان كنت تسمع فيها، جاوبني على خليك نجاوبه باختصار باش نرجعوا لفكرة كيفين. شنو هو القانون اللي ضمن باش نرجعوا له التونسي من بعده؟ لأن كي قلت لك راهو كيما دبي، اللي في دبي الدبيات، السيد اللي هو ولد دبي ما عندوش حق يشرب ولا يفطر رمضان عيناني، القاوري وي. في تونس نفس الحكايه بريسك. به شنو هو القانون اللي يضمن للبراني هذا السايح انه يفطر رمضان وانه يهبط السوق نتاع شراب قدام الناس الكل في البحر؟ وقت اللي اني نشري 6 كعبات بيره يجيني الحاكم يفكهم لي نمشي عليهم للجيول من نفس البلاصه اللي يشري منها من المغازان جينيرال، من نفس البلاصه اللي يشري منها راهو القاوري او السايح او عرب فرنسا بخفوا. شنو اللي يخلي البراني ان توكا اللي عنده باسبور مش تونسي؟ شنو هو القانون سورتو؟ جاوبني الله يخليك. شنو هو القانون اللي ضمن للسيد هذاك انه يمارس حريته في تونس كما يحب؟ شنو هو القانون؟ يعني باش نزيد سهل، هل هو قانون اسلامي ام هو قانون وضعي؟ قانون اللي سمح للقاوري او البراني، او قلت لك نمشيو حتى بعد من ذلك، يبدا التونسي ما في حال تبدا عنده ناسيوناليتي اخرى وداخل باسبور ولا فرنساوي لتونس، خاصه في وقت بن علي كان لا يسال عما يفعل. معناتها كان عنده الحريه التامه، واني انسان نعرف اش قاعد نحكي مليح. كان الانسان هذاك مهما مهم ما عنده جنسيه برانيه على تونس، كان يتصرف بكل حريه في تونس، على خاطر القانون الوضعي التونسي في الحاله هذيك بالذات هو اللي اعطاه الحريه التامه، وليس القانون الاسلامي. لانه القانون الاسلامي يمنع منعا باتا انك تهبط سوم تاع شراب او تمارس حريتك كما تحكي انت بالطريقه هذيك في الشارع. الوغ لا التونسي عاد مش نرجع لكيفين الكلمه، حدث ولا حرج هذاك. إحنا وقت نحطوا الدستور تونسيان، نحطوا دستور لأصحاب الأرض قبل كل شيء، للمواطنين. هذا هو المهم وهذا هو الأساس. كان الأجنبي أو السايح اللي هو سايح مجرد سايح جاي على أسبوع أسبوعين لبلادي، فهمت؟ عنده حقوق أكثر مني. أنت إيش تسميه هذا؟ حاب نعرف يعني أنت كتونسي تشوف اللي تونسي ولد بلادك ما عندوش حقوق السايح، عطيونا غير حقوق السايح، شنو تسميه؟
نحب نسمع يعني وجهة نظرك. هذاك هو كيفين. انا معك انا اللي صاير هذا معناتها نورمالمون الحق والحقوق والحاجات هذوما الكل نورمالمون يتمتع بها المواطن صاحب الارض قبل اي انسان اخر. انا معك. تفضل السلام تركي. عليكم. عسلامة. أول السلام. أنا والله توا سمعت يعني شنو تحكيو، مي تونس ماهيش دولة مسلمة. شكون قال لي هي مسلمة من الأصل؟ شو القوانين؟ عندنا قوانين إسلامية في تونس؟ طبعا عندنا قوانين إسلامية. كيما شنو مثلا؟ هو ديجا الدستور يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا قانونا. الإرث اسمعني، الإرث مم. إرث إسلامي. أه؟ الزواج وقت تمشي تتزوج ما تنجمش تتزوج ما غير على معناتها الشريعة الإسلامية. مم. الدستور بتاع تونس فهمت مهم. موجود، خاصة سواء 2014 سواء توا، يقول لك اللي هو من أجل تحقيق مقاصد الشريعة، وإن تونس دولة فهمت تابعة الأمة الإسلامية. أي مي خويا راهو الدين أفيون الشعوب، راهو يعني كي إي يكتب لك في نعرف. الدستور. أنا نكلم. لحظة سامحني، كي يكتب لك في الدستور مقاصد الشريعة هذاك فقط لإرضاء فئة من الشعب، لكن ريالمون فما كان قانون الميراث هو مأخوذ من الشريعة ريالمون في تونس. بالنسبة للزواج في تونس نحن ما ناخذوش بالزواج الشرعي في تونس، زواجنا مدني جوست. بون الموديل نكتبوا بسم الله سي ان موديل سي با، يعني نحن أي مانيش نطبقوا في الشريعة ريالمون. في تونس المرأة تاخذ النفقة حتى إن لسبب تصور يعني دستور تونس هو أغبى. سامحني. مجلة الأحوال الشخصية هي من أغبى المجلات اللي موجودة في العالم. اليوم كي تقرأ اللي امرأة تاخذ بار إكزومبل تاخذ النفقة للضرر. ما معنى الضرر؟ كي تدخل تشوف محامين الضرر هو فقدان غشاء البكارة. هذه فضيحة. في تونس فما فضايح راه. بالعكس تونس دولة لا تحكم بالشريعة إلا في مسألة الميراث، واللي هي سي ان ديبا إلى يومنا هذا فقط. أنا ما نشوفش فيها أصلا يعني. تونس بخصوص شعبنا الزنا بالله من فضلك، الزنا والبغاء وكل الاشياء هذيك الكل مماثله، ايش تتسمى؟ في والإفطار في الزنا. رمضان، والإفطار في رمضان. ما فماش قانون في تونس هذاك. قانون يعني قانون صريح في تونس، لأن بون أخلاق الحميدة، الأخلاق صارت الحميدة مرة الأخلاق الحميدة لا نتذكر. الحميدة. très bien. الأخلاق الحميدة صارت مرة سي فري، مي صارت في بري 2016 نتذكر حاجة كي هكا. مي توا يعني الشعب التونسي أنا بكل صراحة نشوف فيه شعب يعني ماشي للعلمانية. الدين يعني لازم يقعد حكر فقط ما بينك وما بين روحك، وهذا في الجامع. هذا فقط. ما نجموش اليوم نطبقوا يعني الشريعة فقط، هي مجرد أحلام واهية بكل صراحة. يعني لازمنا نحكيو أكثر على لي بلان ايكونوميك بلان سوسيال، نحكيو أكثر على الحكايات هاذوما، باش نقعدوا نحكيو في الدين، باش نقعدوا في نفس مانيش باش نقدموا كيما عملت تركيا لا الملحدين حكاو على الدين ولا الإسلاميين. لازمك تقدم، يعني لازمك دي بلان باش نجموا نقدموا. هذا فقط أنا شنو لكن تركيا عندها دستور فهمت لايكي واضح وأمورها في البيئة. احنا حتى دستور ما عندناش. الدستور بتاعنا معناتها فيه تعدي في عدة فصول على حرية الأشخاص اللي هما توانسة. فهمت؟ يعني ما تقوليش معناتها هذا قانون وقع، لا هذا قانون ولو حتى وقع مرة برك. علاش هذا القانون موجود؟ علاش القوانين تاع الأخلاق الحميدة؟ أي دولة فيها قوانين تاع الأخلاق الحميدة بهذه الطريقة؟ الإنسان ما عندوش الحق يشري أجنبي كما قال قبيليكا تونيزيان عنده الحق يشرب في رمضان، يشري نهار الجمعة. تونسي ما عندوش الحق. يعني ما تقوليش تقول لي أنت هذيك الشكليات، لا الشكليات يمكن بالنسبة لك أنت خاطرك مسلم. فهمت؟ بينما أنا مثلا ما نحبش، وقت مشيت نعرس في تونس قالوا لي لا لازمك تتعرف على الشريعة الإسلامية. فهمت؟ أنا يقلقني، ما نحبش بسم الله الرحمن الرحيم في الزواج نتاعي. أنا ما نحبش على سنة الله ورسوله. أنا ما نحبش يقرأ لي آيات قرآنية. أنا ما نحبش يقول لي أحاديث. أنا ما يقوليش على مذهب مالك. هذا من حقي أنا كتونسي. كان جيت أنا يهودي ولا مسيحي ولا حاجة نفس الشيء. إذا ما تقوليش معناتها القوانين ماهيش تطبق، لا قاعدة تطبق القوانين خويا. قاعدة تطبق. التونسي كي يفطر في رمضان فهمت يعاقبوا القانون. التونسي فهمت كي يشري ما نعرفش أي حاجة يوم الجمعة معناتها شراب ولا حاجة يعاقبوا القانون التونسي.
تفضل حتى في مدام سير الايام مش كان نهار الجمعه، حتى في سير اي الايام. بون انا اول حاجه انت قلت لي ان كانك انت مسلم، انت ما تعرفش انا شنو هو مسلم ولا مانيش مسلم. لا معناتها قلت لك يعني انت ما يقلقكش مسلم ولا مش مسلم. انا أي. يقلقني، انا كانسان غير مسلم يقلقني ان أي. واحد انا يكتب لي عقد الزواج نتاعي في بسم الله الرحمن الرحيم، يقلقني. انا مثلا يقلقني في الدستور التونسي ان واحد غير مسلم ما عندوش الحق يولي رئيس جمهوريه. وكيفاش هذا ما يعرفوا، يقلقكش؟ كيفاش يعرفوا مسلم ولا غير مسلم؟ واحد كيقول انا مثلا انا مانيش مسلم ونقول انا مانيش مسلم، يعني انت تشجع في النفاق، يعني لازمني ننافق باش نجم نعيش مع اي القانون بالطبيعه، التونسي. نعطيك لا بالطبيعه. مثال لا تروتسكي. انت تحب تروتسكي النفاق، انا ليه ما مش نحبش نحب النفاق. النفاق؟ علاش لا انت سامحني طبيعتك تحب النفاق، فما يا عباد ما يحبوش كيفين النفاق. لحظه، نفهمك علاش يا كيف. انا بار تروتسكي اكزومبل. نعطيك مثال خويا الغالي، نعطيك مثال باش نسهل تفضل. لك المأمورية نتاعك. مهم. باهي، مهم. شعلينا يا سيدي هو عنده ألف حق كيفين كيقول لك أني مانيش مسلم وصرحت به. باهي، أنت قلت مهم. كيش مش تعرف مسلم ولا مش مسلم. عندنا ناس توانسة، جو دي بيان توانسة، عندهم أكثر من 3000 عام في تونس، هما توانسة البوع الجد، اللي هما اليهود التوانسة. يمنع منعا باتا اليهودي يوصل يشد رئيس دولة أو حتى يخدم في الجيش التونسي. يمنع منعا باتا على التونسي اليهودي اللي ما هوش مسلم. أو جبت لك يا سيدي مثال تونسي خاطر صحيح نجم تقول كيفاش نعرفوه احنا مسلم ولا إذا كان ما ديكلاريش. يا سيدي هاو الآخرين ظاهرين نعرفاهم وين يسكنوا، نعرفاهم كيفاش يعيشوا، موجودين عندنا. مش موجودين عندنا، غلطة كبيرة الكلمة هذه، سامحوني نسحبها. متاعنا هذوك متاعنا جدودنا ولاد بلادنا موجودين نعرفهم باينين اللي هم ماهمش مسلمين، وممنوع عليهم يخدموا في الجيش او يتقلدوا منصب. لا، هذاك منصب وزير السياحه في ظرف معين، شد راني طرابلسي ما عادش ترجعوا له. نحكي رئيس دوله تونسي رئيس دولة لازم يكون مسلم بركه. علاش ممتاز. مسلم بركه مش ممتاز. ملحد؟ وعلاش ماهوش يهودي ولد بلادنا مثلا؟ خليني باش نقول لك حاجة برك. أول حاجة التصريح على الدين إنك مسلم أو يهودي أو ملحد هذا لا يجوز يعني. في ما لازمكش تجي تقول راني ملحد ولا مسلم ولا يهودي. أنا مع تحي الفصل نتاع الواحد ما لازمش يصرح يعني الهوية الدينية نتاعو. هذا غلط. يعني ما يجيش واحد سامحني يجيب راهو ما صرحش يا تروتسكي، يا تروتسكي سامحني قصيت أي الحديث فهمتك بالعصبية، أنا. راهو ما صرحش. ما صرحش، نعرفوه يهودي، نعرفوه أي فاميلته، نعرفوا منين جاي. ما يشدش هذه رئيس غلطة، دولة، ما هذه نتفهمش. غلطة. لا هذه غلطة في الدستور، هذه معاك فيها. فوالا. مثال كي أنت ما لازمكش تحكم على العبد سويفون الدين نتاعو، خاطر هو باش يخدم بلاده، يعني الدين لا يصرح به. ومش سمعت ماكرون قال راهو اتي ولا جو سي با بارديلا ولا اي بوليتيسيان في العالم. هذوك الفصل هذوك السيء هذوك كما قال كيفين بالضبط، هذوك الفصل ديجا وعندهم قانون حاضر، احنا ما عندناش، احنا قاعدين نخدموا فيه. انا معكم بالله. مي حتى لو كانت قننها راهو الشعب. مثال اليوم كان يخرج ميزولمون يحب يحكم امريكا، لو ما يربحش الانتخابات. خلينا سي في تونس يا نورمال. تروتسكي، الله يخليك خلينا في تونس. المجتمع التصريح التونسي لا يقبل بذلك. لازم خلينا نكونوا يتنحي. صراحة، خلينا نقعدوا في تونس، ما نخرجوش من تونس اي باش يقعد فوالا ديما الموضوع تونسي. فهمت ولا؟ المجتمع تفضل. التونسي فوالا. انت اليوم تنحيها الماده من الدستور، كانت تنحيها الماده اصلا من الدستور. انا معها لازم تتنحى اكيد، وباش تتنحى بالوقت عاجلا ما اجلا. كما ولات مسلمه تو بعد يتنحى القانون هذاك، خاطر ما تجيش ديجا تقول مسلمه، خاطر اصلا ما عندكش ميكانيزم باش تعرفوا مسلم ولا. اول حاجه نجم اي عبد يقول اي دين باهي هذا باش اول نرجعوا خاطر باش نرجعوا نعطيو الكلمة للآخرين. شوف خويا من بكري راك ذكرت ديتاي مهم زاد كي قلت راهو الشعب. تنساش راهو 2014 عامة الشعب بالبراتيكون وغير البراتيكون كلها طالبت بتطبيق الشريعة. راهو الأغلبية طالبت بتطبيق الشريعة. فهمت خويا العزيز؟ خاطر مش دونك إذا كان ما فاهمين. سماش قانون يضمن عدم تطبيق أي دين في السلطة، رانا ديما باش نرجعوا لك الأغلبية هذيك اللي ستطالب بتطبيق الشريعة. لا تفضل زيد. الأغلبية يا أخوي اللي تحكي عليها والله ما همش فاهمين. كي بعد شافوا صار داعش والأمور هذيك فهموا ما شو معناتها يهمناش، احنا خسرنا 14 عام يا تروتسكي، سامحني رانا إيه، خسرنا أكثر من 14 عام ولا هذيك 15 عام. هذيك انا قلت راهو له 15 عام نجرب اني. تفضلوا. هذيك في هما. كلمه راهي طلبتها ليليا، سامحوني يا جماعه، كلمه راهي طلبتها ليليا، رجعوا لها الكلمه بعد نحكي. هيثم. سامحوني راني نحب نحطكم فقط في إطار اللي قاعدين نتحدثوا فيه. يعني احنا on a proposé مسودة الدستور
يعني بنظرة حديثة لتونس الغد. واليوم قاعدين تناقشنا المرة اللي فاتت على المبادئ العامة اللي تنجموا تطلعوا عليها بيان سور على سيت تيناست تيفي. واليوم بدينا الفصول الأولى من الدستور هذايا. حكينا على الفصل الأول، حكينا على الفصل الثاني، من الفصل الأول إلى الفصل السابع. وبيان سور بالفصل الأول حكينا على الدولة المدنية، دولة يعني الدولة العلمانية، ومن العلمانية وصلنا طرحنا السؤال: هل تونس دولة علمانية؟ تونس دولة هي جزء من الأمة الإسلامية، وهذا موجود في دستور اليوم، الدستور اللي موجود حاليا في السياسة التونسية. ومن بعد قعد الحوار بين هل احنا تونس تكون علمانية 100% أو لائكية 100%، وكل واحد عطى الرأي نتاعو. أنا يعني السؤال اللي نطرحه: شنو الدولة اللي نجموا نقترحوها باش يكون الناس الكل تتعايش، باش تكون الناس الكل تتعايش يعني بسلم، avec dignité، يعني بكرامة، بعدالة، من غير ما نحكيه على أقليات ولا الأكثرية، ولا هذوكم عندهم دين معين، ولا هذوكم عندهم عرق معين، ولا جهة معينة، ولا مازلنا قاعدين يعني في الحوار هذايا. أنا بالنسبة لي أنا صحيح أنه القوانين ماهيش 100% قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، ولكن إذا نشوف هياكل الدولة نلقى عندي كمان وزارة الشؤون الدينية. وزارة الشؤون الدينية شكون حطتها سياسة تونس، حطتها البرلمان. فما وزير الشؤون الدينية عنده دي فونكسيونير، هو اللي فما مفتي زادة، مفتي الجمهورية التونسية. تعرفوا ميزانية وزارة الشؤون الدينية 2024 سي 195 مليار مليار تونسي. ميزانية وزارة الشؤون الدينية في 2024. هنحكيو على وزارة شؤون دينية مولى من يعني من الدولة، ونحكيو على قوانين مدنية. فليه إذا نحكيو على دولة يعني تمشي بالقوانين الوضعية، عفوا الوضعية 100%، وزارة الشؤون الدينية يلزمها تكون انديبندونت، يعني مش الدولة هي اللي تصرف عليها، يلزمها تكون في نظام يعني جمعياتي. يعني أنت عندك نجم تعمل جمعية تحط جمعيات هي اللي أو فروع من الجمعية هذه هي اللي تصرف على المساجد، تصرف على السيناغوغ، تصرف على الكنيسية، تصرف، يعني مش الدولة هي اللي تصرف عليها. هيك الفلوس هذوكم يمشيوا بلوتو لحاجات أخرى ما أهم. احنا معناتها طرحنا الفصول الثمانية متاع البند، معناتها متاع الباب الأول متاع الدستور. هاني باش نعاود نقرا لكم البند الأول ونشوف معناتها شنو فما حاجة تشوفوها ماهيش باهية فيه، يعني مستحيلة أو غير ممكنة. الفصل الأول يقول: تونس دولة مدنية ديمقراطية علمانية حرة مستقلة ذات سيادة موحدة غير قابلة للتجزئة، تقوم على سيادة القانون والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينهم، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبها وتاريخها الحضاري المتنوع في إطار وحدة وطنية قائمة على المواطنة والكرامة والعدل. هل أنتم تشوفوا مثلا تروتسكي ولا تمشي هذا مثلا البند الأول من الدستور وتقارنوا بالبند الأول بتاع الدستور اللي يقول لك احنا في تونس دولة تابعة الأمة الإسلامية؟ فما فرق شاسع نتصور من بين دستور حضاري إنساني ومن بين دستور فهمت ما نعرفش شنو نسميه. تفضل شكون يحب ياخذ الكلمة؟ انا كيفين جوست فيت في نعقب على حنبال في حاجه وليليا في حاجه ونرجع لسؤالك لو تسمح. اي تفضل.
كيفين انت قلت خرجوا معناتها في مظاهرات ومانيفستاسيون يطالبوا بالشريعه، باهي هذه معناتها حاجه عاديه برشا في دوله فيها القانون. وقت اللي دوله تضمن لك اللي تعمل مانيفستاسيون مهما كانت المطالب نتاعك، لكن تكون مطالب واضحه شنو اللي يحبوا عليه، والدوله من بعد هي اللي تقرر والسلطه التشريعيه اللي تقرر تعدل القانون ولا ما تعدلش. لهنا في فرنسا شفنا ليكزامبل نتاع اللي لابسين الماسك الكحل واللي لابسين المراول الكحل ويطالبوا بالعنصريه ويطالبوا بطرد العرب وطرد لي نوار وطرد كل راس يسون با دي فرونسي، وهذا الناس الكل شافوه في باريس. ليليا الحقوق والحريات لا تعطى ولا تهدى، هي تفتك وقت اللي انت تدخل فما وزارة شؤون دينية في فرنسا زاد عندهم مثال حسن الشلغومي، موظف دولة متلهي بالمساجد والجوامع الفرنسية. البابا الفاتيكان معناتها الموارد اللي تجي راهي من الموارد من الاتحاد الأوروبي، شكون يخلصهم هذوك؟ تخلصهم فرنسا، ماهيش تخلص فيهم جمعية. نعقب عليك كان تسمع نسمع. شوف تونيزيان، أول حاجة فرق بين وزارة الداخلية اللي من مشمولاتها ومن واجبها أن تحمي كل مواطن وكل حاجة موجودة على الأراضي الفرنسوية، وفرق هذه آخر نقطة حكيت عليها. هاني رجعلك. وفرق كما قلت أنت الليلية على أنه ما سماش وزارة شؤون دينية في فرنسا، ثم الجمعيات. راهو نحب نعاود ونقول راهي فرنسا حبينا ولا كرهنا الدين نتاعها الخلفية نتاعها مسيحية تاع شعبها، مش تاع الدولة، تاع الشعب، مسيحية. لكن مثلا الدين الإسلامي في فرنسا غير مندرج ضمن الأديان المعترفة بها رسميا. هي تعترف الدين الإسلامي يندرج كما قلت لي بالضبط تحت جمعية، تحت معناتها كما نقولوا مشروع جمعياتي. c'est une association, c'est pas une religion كما نقولوا احنا معناتها مستعرفة بها، فهمتي؟ غوكوني اللي با غوكوني في فرنسا. دونك الجمعيات هذيك اللي يتم تمويلها تمويل نظيف نقولوا احنا، هي اللي تشرف على بناء الجوامع وهي اللي تشرف على صيانة الجوامع هذوك، وليس الدولة الفرنسوية. وحسن شلغومي هذاك شكون يخلص فيه؟ الجمعيات. حسن شلغومي الجمعيات ما تخلصوش الدولة، خلصوا الجمعيات بفلوس نظيفة، لازم تكون فلوس نظيفة مراقبة وكذا تراقبها الدولة ويخلص لي زامبو. معناتها انت تعتقد اللي يقدم فيه واللي يوصل فيه في الميديا حسن شلغومي فما مسلمين قاعدين يخلصوا فيه بفلوس نظيفة، هذا اللي تحب توصله؟ شوف يا صديقي، راهو الكا تاع فرنسا، علاش قلت لك ديما نحبوا نرجعوا لتونس خير؟ الكا تاع فرنسا سي ان كا سبيسيفيك يونيك دو سون جونغ، على خاطر المسلمين اللي في وسط فرنسا هما راهم ما همش الأغلبية وما همش نقولوا احنا موش دين فرنساوي، رانا نحكيو على تونس الدين تاعها لكن يمثل نسبة مهمة حتى من الفرنسيين، يمثل نسبة مهمة حتى الفرنسيين الغالي مسلمين. دقيقة برك يمثل نسبة مهمة، اوكي. النسبة هذيك تقعد 1/10 يمكن ولا العشر مش أقل. نزيدك خويا العزيز، راهو حسن شلغومي راهو موش معناتها كومبيتون 100%، فهمتني ولا؟ ما نجموش نقارنوا بتونس لأنه تونس أغلبية شعبها مسلم، فهمتني ولا؟ في فرنسا راهي تسمى أقلية حقيقية ولو تصريحات مش موجودة، صحيت؟ راهي معناتها سيدي لوبي كما قالت بالضبط ليليا، يباي حسن شلغومي باش يتكلم بالطريقة هذيك. خويا العزيز سي او دولا معناتها سي تري كومبليكي. راه في فرنسا الوضعيه تاع الاسلام والمسلمين وخاصه تاع حسن شلغومي اللي نعاود نقولها راهو ماهوش كومبيتون، ومن مصلحه بعض اللوبيات في فرنسا انه يحطوا حسن شلغومي كريبريزونتون للمسلمين تاع فرنسا، خاطر كان جات الدنيا ديالنا المسلمين تاع فرنسا هما اللي يختاروا ريبريزون تاعهم، هما يكون كومبيتون يعرف كيش يحكي عليهم. دونك من فضلكم كان تحبوا نعاود المره الاخرى نرجعوا لتونس ونحصرها في تونس، حتى كي نعطيو مثال على فرنسا ولا كذا ما نخرجوش ياسر لانه الوضعيه راهي تختلف. نعطيك مثال اني بكر على فرنسا بارابور على الدين المسيحي مش بارابور على الاسلام. في تونس الاسلام هو الدين الشعب الاغلبيه، يمكن ولا؟ دونك ما نجموش ناخذوا حسن شلغومي كمثال. باين نواصل في كلمتي معناتها انا توا. تفضل. هي معناتها هي حنا بعد انا ما عادش فاهم توا منين باش نحكي بالضبط. معناتها اذا كان حكينا في الحاجات النيجاتيف ناخذ الدول العظمى كدليل، اذا كان نلقاو الدليل معناتها مخالف للادله اللي نلوجوا عليها يولي هذاك ما عادش دليل، ما عادش فاهم حتى شيء انا توا.
يا اخي يا اخي عايش صدقتي. ناخذوا يا اخي ناخذوا الادله من الدول العظمى ومن الدول اللي عندها الحريات، ولا ما عادش ناخذوا، ولا شنو نعملوا؟ ما فهمتش. نجاوبك. شوف خويا، احنا لنا ماناش باش ننقلوا على الدول، احنا ماذا بينا نخلقوا حاجه تونسيه، لكن منطق براغماتي واقعي معناتها مصلحجي، انتيغي بيور. نولي اني ناخذ الشيء اللي ساعدني واللي يناسبني واللي راه كمثال نجح عند غيري، وما ناخذش الحاجه اللي راها ما تنجحش عندي. مانيش اوبليجي باش ناخذ المثال تاع اللايكيه الفرنسويه بحذافيره ونسقطوا على تونس لانه لن ينجح، لانه التوانسه ماهمش فرانسيس. الديانه الفرنسويه او ديانه الشعب الفرنساوي نتاع الاغلبيه ماشي نفس الديانه تاع التوانسه انسي دو سويت. دونك اني ناخذ الحاجه اللي راها تصلح لي وندبتها على مقياسي اني، ونخلق حاجه تونسيه. اني جو سوي بور انه نخلقوا لائكيه تونسيه معناتها خارجه على التوانسه، تخرج على التوانسه، ما نقلوهاش تنقيل على الفرنسيس ولا على غيرهم. خويا العزيز، من حقي اني ناخذ اللي يعجبني، نخلي اللي يعجبني بما تقتضيه مصلحتي البراغماتيه معناتها الانتيري بير نتاعي. الانتيري نتاع اقليه يا حنا بعل، انت ماكش تحكي لا على لا، نتاع الشعب ما عندناش التونسي اقليات في معلش. تونس، كلنا توانسه، ما عندناش اي اقليات. كلنا توانسه، اوكي كلنا توانسه. كيما حكيت لكيفين من بكري قلت لك راهو فما سلطه تشريعيه، خويا العزيز، فما دي سامحني مانيفيستاسيون. تونسيان، عندك الحق باش ما كملتش بربي حنا بعل خويا. فما لي مانيفيستاسيون في تونس، ما يمنعك حد معناتها بوغ فيغ لي مانيفيستاسيون، ما يمنعك حد في تكوين جمعيه، وما يمنعك حد باش توصل الفكره نتاعك وباش تعمل معناتها استقطاب للعباد، معناتها تجيبهم وتوضح وتوري لهم فكرتك ويوليوا يخموا كيفك، ومن بعد تتقدم خويا في الانتخابات التشريعيه، ومن بعد علاش لا معناتها تخرجوا منكم في الانتخابات الرئاسيه. وهذه هي في دوله القانون المؤسسات يا حنا بعد. يا اخي كيفاش باش نعملوا تو؟ فرق خويا العزيز انه تفضل ليلى كنت حاب. أول إكزامبل إنه أنت قلت يعني الدولة أي واحد عنده نجم يعمل أسوسياسيون ولا يعمل حزب ولا في تونس الحزب ما يلزمش حسب قوانين الأحزاب ما يلزمش يكون حزب ذو صبغة دينية ولا عرقية أو جهوية أو انتمائية. كان فما حزب العمال الشيوعي التونسي في تونس موجود. إذا قانون الأحزاب يمنعك أنك تكون عندك أنك يعني تعمل حزب يعني ماهوش يعني من غير حتى انتماء ديني، مالغري سا فما يعني على الورق متلاعب به القانون هذايا. يعني ما يحطوش اللي اكزامبل نعرفش حزب ائتلاف الكرامة أو حزب النهضة هو اسمه حزب النهضة، ولكن هو حزب ذو صبغة دينية كما حزب ائتلاف الكرامة. يعني حتى الدولة ماهيش دولتنا احنا في تونس مالوغوزمون ماهيش قاعدة تطبق في القانون اللي هو قانون الأحزاب، انك وقتك تعمل حزب او اسوسياسيون ما يلزمش يعني ما يلزمش فما اختلاف، ما يلزمش تكون خاضع الدين معين او عرق معين او جهة معينة او انتماء معين. فهمت؟ مدام ليليا انت غدوه نعطيك ان اكزامبل مثال. تمشي تعمل معناتها مطلب عادي معناتها كيما يقوم به اي مواطن تونسي، باش تعمل جمعيه وباش تعطي براهين ودلائل على التمويلات نتاعك منين جايه وكذا، باش يقولوا لك شنو باش تسميه مثل الجمعيه نتاعك ولا الحزب نتاعك، باش تقول لهم انا باش نسميه انا او لا احد. مثال نعطيك ان اكزامبل، انا او لا احد، يعني محايد، يعني ما عندوش صبغه دينيه او انتماء. انا نحكي معك كنت منتمي لحزب العمال الشيوعي التونسي والجبهه الشعبيه، ما عندهم حتى علاقه بالدين، واصحابي اللي خلطهم الكل ولا خرجت معهم في مسيرات الكلهم ملحدين. انا قدمت على حزب عام 2018 ورفضوه لي، رغم اللي معناتها تبعت كل القوانين اللازمه على تكوين حزب تونسي وسميته تيناست، حزب تيناست. ديجا رفضوه لي المره الاولى لان قال لي اسم تيناست ماهوش اسم تونسي. فهمت؟ يعني تصور الرفض عندي موجود. فهمت؟ ونجم نقراه لكم مرة جاية نخرج لكم ورقة. قدمته مرتين ورفضوه لي. دونك تعرف اللي انت تونس. فهمت؟ اللي يحب يوصل لهدف معين يا كيفين
انا ما نعرفش معناتها قاعد نحكي في مصلحتكم ولا في مصلحتي، مانيش عارف. راهو اللي يحب يوصل لهدف معين راهو يلزم يكون عنده زاد من المعرفه ومن الخبث الايجابي، معناتها اللي باش يوصل الخبث لا. للهدف نتاعو. زاد راهو مانيش لا باش نجي نستفز انا دوله معينه خاطر دينها معين باسم معين ونقول لها مرفزوني. لا، نعمل اسم معناتها خويا يتعدى التونسيان كله. قال لك راه طبق القانون بحذافيره، القانون هو الفيصل مش خبز. بحذافيره. طبق، هو مشي بالقانون التونسي، ما جابش مشيت قانون جديد. بالقانون ونحب التونسي نرجع لك مشيت. بربي لديتاي اخر، بربي سامحوني الناس الكل. حبيت نرجع لديتاي اخر يا صديقي. راهو الالحاد ماهوش عقيده، او العلمانيه ماهيش عقيده. اون بليس كو سا، راهو اللي باش يتقدم بمشروع علماني، يعني معناتها راهو الامه التونسيه الكل بحذافيرها، الشعب الكل دون استثناء. وزيد اون بليس كو سا، الحاجه المهمه اللي حبيت نقول لك عليها، راهو ما جابش حاجه من برا. لهم هما ديزيميغري دخلوا تونس مثلا جايبين المشروع هذا، لهم ناس معناتها جاتنا من مسقطه من برا، نو. هما توانسه اللي يقدموا في المشروع هذا للتوانسه الاخرين الكل. راهو اذا طبق هو القانون بحذافيره باش يعمل الحزب هذا، نورمالمون القانون التونسي ما عندوش الحق انه يمنعه. هو منع القانون التونسي بمخالفه القانون، يعني الدوله او الجهه معناتها الرسميه، الجهه معناتها المعناه كما نقولوا احنا، رفضت كيفين الحزب نتاعو، وخالفت القانون التونسي باش رفضت له الحزب نتاعو. وزيد معناتها شيء حشم، قتلوا تيناس مش اسم تونسي، اللي هو معناتها تيناس تونسي حر، تيناس اللي هي تونس بالديالكت المزيغي معناتها تيناس. فهمت خويا العزيز؟ دونك هو تونسي ما جاش من برا شيء هذايا. هو أخويا سامحني عندهم الحق يرفضوا له الحزب، خاطر الدستور التونسي ينص اللي أي حاجة لازم تكون تحقق مقاصد الدين الإسلامي. يعني أنت في تونس اليوم لا يعني هو كلامه صحيح، مي الدستور متاعنا يرفض الحكاية هذوم. دونك راهو الدستور تنجم تمخطو كيما تحب، راهو على فكرة الدستور دونك التونسي رجعت تنجم تقول لك الكلام، دونك توا تناقشت مع رجعت رئيس لكلامنا الجمهورية. توا. لا هو نحكي هو لا هو قلت نحكي راهي تونس علاش. دولة مش إسلامية، هاي لا ما طلعت قلت إسلامية دولة. مال. اي صحيح، اما نحكي انا على القوانين، أنا على الشريعه، انا وقت هما بديت نحكي. بغطوا في لا نعم نحكي تخي على بيان الشريعه تروتسكي، يا تكون حنا فيه. بعد. والله حكيت على الشريعه انا اول ما دخلت قلت له راهو عندنا جوست قانون في الشريعه لا لا بتاع. لا لا، يعطيك الصحة يعطيك ما الصحة. حكيت. احنا نحكيو وقت تخلبيز ان فيت، اي فما. تخلبيز نتاع الدولة، وكل النفاق اي نتاع تطبيق الأحكام هذه اللي هي مرة تابعة الشريعة، مرة ماهيش تابعة، اي مرة فوالا. نطبقها على التوريست، خاطر مرة ما الدستور مش نطبقوهاش على واضح. التونسي. فهمتك اخي فهمتني. هو قيس سعيد الرئيس كيفاش يعني هو انقلب على الدستور خاطر مش واضح صار يعني، خاطر الدستور مش واضح. نجم يقول لك أول من خطر خالف باهي. القانون تروتسكي في تونس، أول من يخالف القانون هي الجهة اللي تطبق في القانون. علاش؟ يساعدوا أستاذ قانون، مساعد أستاذ قانون، يعني نورمالمون ما سماش حد كيف هو فاهم الدستور ويقري في الدستور اون بلوس. سكي لافي يجي شد السلطة بطريقة ما نعرفها الناس كل كيفاش شدها، فلسطين وبالإسلام ودرا شنو، ما سمى حد شيء، ما طبق الشريعة الإسلامية الحقيقية، ما حرر فلسطين كما وعد الناس. اون بلوس الادهى والامر انه هو اون طونك مساعد استاذ قانون دستوري تقلب وخان المبدا وخان الخدمه نتاعو وخان معناتها السبيسياليتي نتاعو، اللي هي معناتها احترام القانون الدستوري، اللي معناتها ويقري في الناس كيفاش يحترموا كيفاش يطبقوا القانون الدستوري. هو بدل وجي عمل دستور كامل، فهمتي، من رايه من راسه، هو عمل دستور جديد وخالف به القوانين الكل وخالف به معناتها المبادئ الكل، ومعناتها ويجي ضد حتى نفسه، ضد عكس نفسه هو كاريمون باش يشد الحكم. دونك هذا هو المشوم، فهمتي، في تونس هذا هو راه الكاتاستروفيك. بون انا عندي راي كان تسمحوا لي نحكي أم، انا فما حاجه وقت حكيت حنا بار قلت على فرنسا راهو الشعب لا بلوبار يسون اتي، راهو ماهمش دي كريتيان. يعني انا عايش في فرنسا، اللي يخدموا معايا تو لسه ساعات نحكيو على الدين يسون دي اتي. جوست سي فري هيستوريكمون كاثوليك، مي راهو فرنسا شعبها اتي. الدين الاول في فرنسا سي فري سي الاسلام. خاطر خويا الغالي، راهي لا ريبوبليك فرانسيز الي انتي كاثوليك، ستادير ارغمت الشعب نتاعها انه يتخلى على الكاثوليكيه نتاعو. لكن ديك تمشي خويا تبعد من لي جراند فيل وتدخل للقرى وتمشي للاغيغ بي ويحكي معك واحد مولود في فرنسا، صديقي الناس راهي كاثوليك. راك المنطقه اللي تعيش فيها والناس اللي دايرين بيك ونظرتك لك المجتمع اللي داير بيك ماهاش كفيلة انك تعمل اسقاط او تعطي معناتها جزم من الاخر وتقول لفرانسيس راهم ماهمش كاثوليك. نسمع. علاش؟
لأن فرنسا يا صديقي تمنع منعا باتا إحصائيات رسمية باسم الدين أو العرق أو اللون أو اللي تحب عليه أنت، ممنوع. دونك خويا تفضل خذ الكلمة واعطينا لي سورس وين نمشيو نثبتوا إنه الفرنسيس ما عادش كاثوليك، مش خاطر ما يمشيوش للإجليز نهار السبت معناها راهو ما عادش كاثوليك، لا، لأن القوانين مانعتهم من أنهم هم يكونوا كاثوليك quelque part. هذه الحاجة اللي خالفتها فرنسا في قوانينها. تفضل. أول حاجة أنا جيت باش نقول الجملة اللي قُلتها، راهو أنا ما خليتنيش نكمّل نحكي، قُلت لك statistiquement راهو interdit تسأل عبد شنو الديانة نتاعك، هذه الحاجة الأولى. اليوم اللي الوحيدين في فرنسا اللي يصرحوا بديانتهم هُما les musulmans. علاش فرنسا تعطيك فرنسا تنجم تدخل تشوف le nombre de musulmans في فرنسا، تكتب في جوجل يخرجوا لك، مش خلّيه يخلّوك. يكمّل فكرته. هو الكلام اللي يقول فيه أن في الحقيقة في الواقع يعني نمشيو dans les grandes villes نلقاو المسلمين هم أكثر وحود ظاهرين في فرنسا. هذه حقيقة. تلقاه المسيحي يحشم باش يقول مسيحي، يقول دييست ولا يقول بوديست ولا يقول أي حاجة أخرى، ما يقولش مسيحي. بينما المسلم يفتخر، وتشوف تدخل مثلًا حتى les forums ولا الdiscussion ولا شيء، تلقى عمرك ما قليل تلقى واحد مثلًا guest يحكي عن المسيح، يحكي قليل. بينما المسلمين les français عندهم les sites نتاعهم وعندهم les guests نتاعهم où il déclare franchement de façon qu'on voit c'est pas la peine معناتها باش ناخذوا دي statistiques واضح اللي الإسلام مسيطر على فرنسا. راهو فما une influence très grave للدين الإسلامي في فرنسا. اليوم الفرنسيس ولاو حتى يقولوا في اللونجاج فاميليال نتاعهم ما شاء الله واستغفر الله، والعباد خايفة من هذا. دونك لا علينا، هو الانفلونس قوية يعني. مي بالنسبة لتونس، خلينا في تونس. أنا نشوف اللي الفصل اللي قالوا من الأول باش نجاوبوا على السؤال عجبني، يعني المبادئ العامة الفصل الأول أو الثاني قلتوا كيفين، برافو عليه، أنا موافق عليه. ونحب نزيدوا زادة، ما نعرفش كاين فصل آخر اللي لازم الدولة لا تنخرط في منظمات دينية أو عرقية. خاطر اليوم كي تلقى تونس مثال منخرطة في الدول الإسلامية وفي منظمة إسلامية، ما عندكش الحق من بعد تجي تقول ما تعمليش حزب ذو خلفية دينية. يعني فما تناقض في الدستور حتى الحالي. كي تجي تقول دولة مسلمة nous sommes d'accord اللي جميع الأحزاب باش تكون مسلمة زاد، Je suis tout فهوني à fait d'accord. صح Je suis tout والّا؟ à fait déjà في الفصل الرابع شو نقولوا تونس دولة من شمال إفريقيا والجزء الأصيل من الامتداد الإفريقي الأمازيغي ومن فضاء البحر الأبيض المتوسط، وهي مرتبطة تاريخيا وروحيا وحضاريا بالشرق الأوسط عبر التفاعلات العربية الإسلامية، ومرتبطة تاريخيا بأوروبا عبر التبادل التجاري والثقافي، وبشمال أفريقيا عبر امتدادها المغاربي. وفي الوقت نفسه هي جزء من المجتمع الإنساني متشبث بانتمائه الكوني، منفتح على جميع الحضارات ومستوعب لجميع روافده التاريخية. صحيح. تو باش نسألك حاجة أخويا، ما نحبك تجاوبني. كيما توا فرنسا par exemple elle est laïque mais les fêtes يعني برشا des fêtes يعني sont religieuses اللي هما يعني catholiques. نحن في تونس par exemple يعني الinfluence بتاع الدين الإسلامي باش تأثّر في الأمور هذه. يعني اليوم نحن كتونس نجمو نكونوا عندنا un modèle laïque mais راهو les fêtes par exemple باش يكون عندنا مثال des jours fériés كيما العيد je ne sais pas المولد، حاجات كي هاك. اسكو أنتِ pour ولا contre؟ طبعًا أنا شخصيًا أنا مانيش مع اللايكية يعني، أنا مع العلمانية. وje suis pas contre إن الأعياد الدينية تُقعد أعياد دينية، وما عنديش مشكل إن المظاهر الدينية تكون موجودة في المجتمع، ما عندي حتى مشكلة. أنا علماني ويمكن نمشي أكثر في العلمانية من اللايكية. تفضل ليلى. Oui. Alors, justement, en France, Monsieur Trotsky, il y a des fêtes religieuses, je suis bien d'accord avec toi, il y a des jours fériés. وهذايا ça fait partie quand même يعني من الحضارة المسيحية اللي في فرنسا. donc c'est tout à fait normal أنه ils maintiennent leurs fêtes religieuses. في تونس إذا وليوا دولة علمانية أو لائكية on va pas imposer أعياد أخرى extérieures باش تولي دي جور فيريي. لا enfin
الحضارة في تونس هي حضارة متنوعة، هي مزيج بين الحضارات qui font partie يعني من الحضارات الكل يعني اللي تعديت على تونس. ولكن فوالا الأعياد في تونس هي أعياد on va dire يعني تقاليد كوا. فتبقى الأعياد الرسمية موجودة، فهمت. هذه بيان سور المسلمين إذا يحبوا يكونوا عندهم دي جور فيريي بيان سور بوركوا با. بالنسبة للمسيحيين هذيا الدولة وحدها بيان سور ما تنجمش هي اللي تحدد، لازم تعمل فوت هل يعني المسيحيين أو لي جويف ينجموا يكون عندهم ان جور فيريي بار an ou bien 2 jours fériés pourquoi pas. فهمت. لازمها تكون سي فغي أنا معاك إنه لازم تكون الدولة محايدة، يا تنحي الكل يا تحط يعني كل واحد تعطيه حقه باغ اكزومبل في في عيد عيد التقاليد والتقاليد نتاعو تعطيه عيد وتعطيه جور فيريي شومي بيان سور. فهمت. فهذا يتنجم نتناقشوه عن طريق يعني توافقوا عليه الناس الكل اللي ضد اللي معاه ينفي ان فوت اي بوركوا با. اما الاعياد الرسميه اللي موجوده توا انا زاد كيف مانيش ضد انها تبقى حاليا في تونس. جوستومون مثلا في هولندا اللي هي تطبق العلمانية مش اللايكية، تلقى المتحجبة وتلقى الهندوسي وتلقى المسيحي يخدموا مع بعضهم، والأخرى متحجبة ما فما حتى مشكل. وفي الأعياد الإسلامية المسلمين عندهم الأعياد متاعهم والهندوك عندهم الأعياد متاعهم، وكل إنسان حر يعني. فهمت؟ ما فهمتش أنا علاش معناتها منع الناس. أنا جو سوي كونتر منع الناس من حريتهم. الحرية هي معناتها مبدأ أساسي لكل إنسان، هذا لا نقاش فيه بالنسبة لي في ممارسة دينها. شنو اللي أنا ضده بالضبط؟ هو إنها الدولة تمول هؤلاء. الدولة ماهيش شغلها تمول هؤلاء. مثلا هوني مثلا حتى كنيسة، مجرد كنيسة تلقاها عندها جمعية، والجمعية هذيك اللي يجيوا للكنيسة هذيك هم اللي يمولوها، ووقتها يولي عدد الأشخاص قلال اللي يجيوا للكنيسة، ما عادش تنجم الكنيسة تصرف على الكنيسة تبيعها، فهمت؟ ولا تأجرها ولا تعمل حاجة أخرى. دونك أنا بالنسبة لي، بالنسبة لكل ما هو دين، هو المؤمن اللي يؤمن بدين معين هو اللي يمول هذاك الشيء. ما كنت مؤمن مول الجامعة متاعك، مول الجامعة متاعك وتكون الأمور واضحة. الدولة اش مدخلني أنا؟ الدولة تبني في الجوامع ولا تلهي بالجوامع ولا تخلص في الضوء والماء متاع الجوامع، وزارة الشؤون الدينية المصاريف الزايدة هذيك تبني بهم مستشفيات، تبني بهم مدارس، تبني بهم طرقان، تبني بهم حاجات أخرى أهم. معناتها بكري فوزافي انسيستي وانا جاي انسيستي راني اكسبري خاطر ثم حاجه غلطه راهي تقال. لو كي نقولوا احنا لا بارونس نتاع الناس فهمتني في لي جراند فيل المسلمين يظهروا في رواحهم برشا. اوكي شو في داكوغ. هل المسلمين او الجمعيات الاسلاميه او الاطراف المسلمه تحكم في فرنسا مثلا؟ لا، سميش حتى طرف مسلم يشارك في صنع القرار الفرنساوي. هذه حاجه. دونك المسلمين يسون اوبليجي باش يكزيستيو عبر الجمعيات الخيريه وما شابه. دونك يا صديقي من غير المعقول حتى كي تدخل تو تمشي تثبت على جوجل وغيره سيت حكومي تلقى ان الاغلبيه تاع الناس يعتبروا روحهم مسيحيين، ثم تجي الديانات الاخرى. اقل دين موجود هي الدين اليهودي ومن بعده البوذي. ثاني واحد هو الدين الاسلامي اللي مش مستعرف به كدين. واول واحد اللي مستعرفه به الدوله كدين، اتونسيون مستعرفه به الدوله كدين، هو لو كاثوليسيزم. هذا قوس سكرناه. نرجع تو اللي حكيتوا عليه انتم في الاعياد وكل شيء. يعني صراحه مره نقول هكا مره نقول هكا. مره نقول كما تقول لي ما لازم جمله تفصيل، ومره ساعات نقول خلي الناس تطبق الدين نتاعها وتطبق كما نقولوا احنا مع الاعياد نتاعها وكذا. اما صراحه مش بطريقه علنيه مفرطه كما نقولوا احنا، انه ما انت تحب تذبح العلوش نتاعك تذبحه في دارك على روحك. ما تسالش الدم في الشوارع، ما تظهرش بك الطريقه هذيك. معناتها وحوايج من هذا القبيل فهمتي، تكون كما نقولوا احنا بين قوسين مش تستعمل العباره هذه، تكون بالستر على الامور فهمت. الأعياد الدينية لأن أغلبية مسلمة، فالأعياد الدينية الإسلامية تصبح رسمية، بينما الأعياد الدينية الأقلية كما بتاع اليهود والمسيح تصبح على حسب الأشخاص
كيما موجود في هولندا. تو مثلًا هناك الأعياد الدينية، وهناك مثلًا هوني في هولندا فما الأعياد الوطنية والأعياد الدينية الكاثوليكية والبروتستانية، خاطر هوني تقريبًا 50-50 البروتستان، فهمت؟ وي. دونك هاذوما الكل يتسمّوا أعياد معناتها تقوم بهم هولندا. أمّا بالنسبة للديانات الأخرى كل واحد كيفاش، المسلم عنده أعياده أيضًا ياخذهم، عنده الحق فيهم، البوذيين ولا أي دين آخر ولا اليهود عندهم الأعياد نتاعهم. فوالا tout simplement. أنا كيفين يمكن كونترك في حاجة بركة لي أنا مع الدولة تتلهي بدور العباد مهما كان الشؤون الدينية. أنا مع الفكرة هذه. أنا ضد إنه الجمعيات هي اللي تقوم، خاطر اليوم في فرنسا باغ إكزومبل سي فري الدولة يعني هي ماهيش هي اللي تمول وكل شيء، مي دور المراقبة كبير برشا ولا. فما يعني الكونترول راهو زادة يتعب. راهو الجمعيات راهو لازمها ان غران كونترول، لازم تعرف من وين تمويلاتها، تعرف اصلا الافكار اللي تنجم تخرج منها. وراهو فما معاناة هوني في فرنسا ديجا، يعني فما عباد يبدا عندها تفكير راديكالي على خاطر ريالمون فما مونك دو كونترول من ليتا. لنا مش معناتها يعني اسكو ليكزومبل نتاع فرنسا ناجح؟ لا بور موا مش ناجح. بالعكس كي تبدا الدولة يعني هي اللي تموّل وهي اللي تعرف وهي اللي تبني وهي اللي تضمن الحقوق وتضمن شنوا اللي قاعد يتقال في وسط الجامع، هذا حاجة راهي إيجابية. أوكي، أنا وقت قلت الدولة لا تموِّل، لم أقل إن الدولة لا تراقب. مثلًا في هولندا هوني أي جامع يتبنى، فهمت؟ لازم يتحلّوا باتينتا في الchambre de commerce على أساس إنه جمعية. وتعرف في هولندا هوني الجمعيات الكل مراقبة، مراقبة شديدة من طرف وزارة الداخلية. يعني أي جمعية مراقبة 100% فهمت؟ من طرف وزارة الداخلية، حالها حال أي جمعية أخرى. إذًا أنا لم أقل لا تراقب الدولة، بالعكس، أنا أتفق معك، الدولة يجب أن تراقب ولكن لا تموِّل. فما فرق ما بين المراقبة والتمويل، والمراقبة تكون من وزارة الداخلية. بالله نعطي معلومة صغيرة، خاطر أشك فوا باش ترسينا نرجعوا لفرنسا المحنونة. يا ولدي رانا ما نجموش ناخذ فرنسا كمثال في كل شيء، على خاطر اليوم مثلا في فرنسا وقت اللي تعمل لك جوامع باش اوبليجي باش نولي نتكلم كيما هكا، راهي بوغ كونترولي لي ميزيلمان، باش تحسب الناس اللي تصلي، خاطر هذوك الأجانب يتسمعوا عندها، وحتى إذا كانوا فرنسيس مسلمين ثم بوتنسيال إنه يعملوا لوبينغ ولا يعملوا كذا ولا يكون خطاب راديكالي، لأنه الإسلام هو راديكالي بطبعه ضد الجمهورية، ضد القيم نتاعها. دونك سي اوبليجي باش تحسبهم. هو حتى في وقت بن علي كان يحسب الناس في الجوامع، كان عنده ناس خدمتها إني توصل شنو الخطاب الموجود، وما كانش حتى إمام يتجرأ إنه يجيب خطاب من راسه، كانت الورقة تخرج من الإدارة. اثنين، راهو معاش يا تروتسكي تعطي مثال من النوع هذا تاع فرنسا. علاش؟ بالطبيعة أنت حر في رأيك، مش نقصد معناها ما تتكلمش، لا، لكن علاش؟ لأنه اليوم في الوقت الراهن مثلا مع رئيس دولة فاشل كما ماكرون، مع حكومة فاشلة كما الحكومة اللي تحكم تو، نلقاو انه لانتريزم سكون ابل لانتريزم دو كاتار، الدولة الفرنسوية عيني في عينك ظاهر، وبالفلوس يولي عندهم لوبي وضاغط. على خاطر اليوم معناتها كما نقولوا احنا برشا رجال اعمال ورجال معناتها دي فونكسيونير في الايطال الفرنساوي واخذين برشا فلوس من عند قطر اي كومباني باش يتغاضاو على برشا حوايج. دونك ثم كوربسيون كبيره 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 كبيره. شنو اخويا العزيز تروتسكي، نحبوا نحكيو، نحبوا نستخيلوا الحاجه في تونس، ونحبوا نحاولوا نعملوا كرياتيفيتي تاع ايدي تونسيه، مع الاخذ بالنظر على فرنسا وهولندا وغيرها، فهمتني؟ اما مش ديما، خاطر اليوم ثم كوربسيون كبيره من جهه القطريين في فرنسا مثلا، تخلي التسيب هذاك نوليو نشوفوا فيه عيناني، كل لابارونس اللي كنت تحكي عليها، والجمعيات اللي تنشط و اما نضمن لك اني فرنسا الدوله الفرنسويه اللي تحب تحبس الشيء هذاك تحبسه، وراهي تراقب فيه. وراهو اليوم ولا معناتها امس ولا لامس معناتها تاكدت من المعلومه هذه، نلقى انه حتى الكريف في فرنسا، وانت تعرف معناتها الكريف خذيه على العاتق نتاعو، الحسبه نتاع المسلمين نتاع الناس اللي تصلي والتمويلات اللي تدخل انسي دو سويت، مع سكون ابل لا دي جي اس او ديريكسيون دو لا سيكوريتي اكستيريور نتاع فرنسا، يعني المخابرات الفرنسويه دخلت على الخط اني تراقب اللي تحكي عليه انت التمويلات معناتها والتصرفات المشبوهه انسي دو سويت.
دونك الكا تاع فرنسا سورتو في المده الاخيره راهو خلبز ياسر وراهو داخل بعضه ياسر، سما برشا كوربسيون تتعلق حتى بالحرب اللي تحب تشنها فرنسا على روسيا، بالوضع في الشرق الاوسط انسي دو سويت، اللي احنا ما عندناش منه في تونس حتى ولو امبليكي زاد فيه بطريقه او باخرى، لكن سوني با لا ميم شوز، فهمتني ولا؟ هذا اللي نقول أنا. خويا انيبال انا قلت ديجا تعمل في سيستيم دو كنترول قوي. انا جوست عطيت راي بوغ ايفيتي هذا الكل. يعني انا نحب خاطر شوف لا ناخذ ان اكزومبل نتاع علمانيه ولا لايسيتي. جات ما كانش فما اسلام في الاوروب، الاسلام جاء في الستينات ولا السبعينات. دونك ديجا الثوره الفرنسيه قلمت اظافر الكنيسه، اصلا الخطاب الراديكالي ما كانش موجود. فانت اليوم كي باش تعمل دوله لايك باش تلقى الشعب يعني ديجا ماهوش كونتر الحاجه هذه، وباش يكون اصلا الخطاب الديني بتاع الكنيسه اظافره تقلمت، يعني ماهوش راديكالي، فهمتني؟ مي في كام تاع الاسلام خاطر كل مجتمع وشنو راهو الدين الاسلام الدين ماهوش سنتراليزي. يعني انت في تونس سي با سنتراليزي، مشكله كبيره راهو صعيب، يعني يصعب ترويض الدين الاسلامي. يعني او موان كي يبدا الدوله عندها مفتي هو ينجم حتى يقلم اظافر الاسلام، راهو حاجه هذيا يعني دافونتاج. يعني انا على ذلك انا حقيقة مش نفضل. الغومي انت، مش الغومي هي هذه هي. اي بون مش كيما مفتي، راهو مفتي تعرف معناتها يعني كي يقول لك اليوم ماكش باش تصوم ما راهو الشعب ما فماش يصومش. كليرجي في السنة، ما فماش كليرجي في الشيعة، فما في السنة ما تنجمش تشدهم. يعطيك الصحة. هذاك اش حبيت نقول لك، يعني راهو الإسلام سي با سنتراليزي. اليوم حتى كان اليوم الزيتونة بار اكزومبل في تونس كان تعطيك إفتاء معين ينجم الشعب يتبع لك شيخ في مصر سلفي على خاطره طبعا ويقول طبعا لك هذا طبعا أشعري ما نمشيش عليه. دونك نحن لازمنا طبعا. نرسخوا اللي حتى الدين راهو الدولة هي اللي تحدوا. أنا هذا مع ونجحنا شوية راهو في الحكاية هذه، راهو فضل الحكاية هذه نجحت شوية تونس فيها. راهو الإسلام اللي كنا نقراو فيه في الليكول، اللي كنا نقراو فيه في المكتب حد وحد العمل والوالدين وكل شيء، من بعد كي دخلت علينا اقرأ والرحمة حتى القنوات التلفزية ذوكم راهو تبدل الشعب التونسي، ولا والانترنت زاد هلكت برشا عباد. فنحن نحبوا معك نرجعوا 100%. السيستم معك هذا. انا فقط على ذلك قلت لك انا بدو بريفيرونس عندي الدولة تكون هي مصدر الدين، خاطر نحن هي اللي تراقب اليوم بلوتو، ما تمولش الفلوس، لا باش نقول لك تراقب كلمه تراقب حقيقيه. حتى مش تمول. فلوس حتى مع خويا، فلوس الفلوس، خويا، حتى مع فلوس خويا، الفلوس لا لا خلي. لا لا يا صديقي، جا نقول لك اخي كيفاش مم. انت تعمل لي وزاره شؤون دينيه وجوامع، فهمتني، اني نخلص فيها بالفلوس، فهمتني، ونهار كله ما يضربوا في النوم في وسطها من فلوس الشعب. هذه حاجه خويا، واحنا لا عندنا مدارس لا عندنا حتى شيء. علاش قلت لك ما نجمش نقارنوا حتى بفرنسا، بون لكني خاطر معاك في النقطه. خاطر دراستي خويا لحظه. الامام اللي الدوله تخلصه راهو باش يعمل كيما تحب الدوله. لا هذا لا انا لا جو سوي لا لا سيور. لا 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 لا، الإمام ما تخلصوش الدولة، يخلصوه المسلمين. أنت كمسلم في تونس ينحيوا لك من الضريبة نتاعك إذا كانك مسلم، كما في ألمانيا ينحيوا له من الضريبة نتاعو والثقافة، أنت يحب يشارك في الديانة نتاعو هو باش يرمم الكنائس وكل شيء، ينحيوا لك من الضريبة. أنت مسلم بركة، اللي مش مسلم ما ينحيولوش من الضريبة. أنت ينحيوا لك من الضريبة كمسلم باش تبني وترمم الجامعة وتخلص الإمام هذاك. والإمام لو كان يتجرأ إنه يخطب خطاب راديكالي أو البرة القانون التونسي، لازم هو يحاسب القانون يراقبه ويحاسبه فقط، ما نمولوش. هذه واحد. اثنين، انه المسلم التونسي راني مانيش نطالب فيه باش يخرج من الاسلام نتاعو، لكني نطالب منه هو انه تكون الدولة او الولاء نتاعو للدولة التونسية واحترامه للقانون التونسي يتعدى قبل الاسلام نتاعو. معناتها خويا تحب تموت على الدين الاسلامي في تونس، موت. تحب تموت بين قوسين مش نحكي على الجهاد، نحكي على شهيد. تحب تموت شهيد بمعنى الشهادة في تونس، تموت على التراب التونسي، تموت على الحدود التونسية، استشهد من أجل حدودك وأمنك الترابي وأمنك القومي التونسي. ما يكونش عندك ولاء وبراء البرة من الجغرافيا التونسية. هذا هو الإسلام اللي نقبله في تونس. أي إسلام كما كنت تحكي أنت باش يجيك من الأزهر أو يجيك من البرة لخدمة أغراض البرة من الجغرافيا التونسية كما شفنا في 2014، واللي مد الفلو تاع الناس اللي خرجت مشات لسوريا، هذا راهو مرفوض قطعا. معناتها ما يزيش دولة مولو وزيد يخرج يمشي يحارب الناس اخرين البرة وزيد يرجع لتونس يجيب لك معه كتائب باش قال شنو، فهمتني، مش يحارب لك زاده في تونس او باش يبدل لك وجهة الدولة. خويا العزيز خاطر تولي خطيرة المسألة، فهمت؟ الإسلام لازم يكون تونسي للتوانسة فقط، ما يأثر عليك الليبي، ما يأثر عليك السوري، ما يأثر عليك السعودي، ما يأثر عليك القطري، انسي دو سويت. فهمت خويا العزيز؟
وطبعا احنا هنا خدينا ياسر افكار، قيد ياسر افكار، منها حذف كلمه الاقليه واللي اقترحها حنا بعل، وافكار اخرى قالها تونسنا ولا تروستكي ولا مدام نيليا والكل. معناتها وانتم كان عندكم اي اقتراح او اي شيء او اعتراض او اضافه تنجموا تعملوه في التعليق. شكرا لكم على الحضور، ونقول لكم غدوه نتلاقاو مع السبعه كالعاده بسلامه. غدوه طبعا الموضوع باش يكون الدارجه التونسيه او اللغه التونسيه وترجمه القران باللغه التونسيه. شكرا لكم ومع السلامه.